بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على رسول الله. النهارده هنعمل طريقة عمل كفتة القوانص. شايفين القوانص؟ شايفين انا مطلعه منضفاها ومطلعه منها قد ايه، وده هي اللي هي لسه عايزه تتنضف. عايزه اوريها لكم. بس دي بقى كله بيتكحت بالسكينه، تكحتيه بالسكينه كده. تمام. تكحتي تجرودي او تكحتي كده بالسكينه. تمام. والقلوب تفتحيها خلاص زي كده، وتطلع منها الدم اللي هو المتجمد دي. حلو. ادي عبارة عن نص كيلو قوانص. هنحط عليه زي ما انتم شايفين كده كوباية الا رز. نحط عليه خضرة. انا بحط الخضرة الثلاث خضر يعني، كزبرة وشبت وبتاع ده بقدونس، ودي بصل وتوم. تمام. وهنحط على العجينة برضو كمون وفلفل اسود وملح طبعا. تمام. ناخد والصلصة بقى. ادي توم الصلصة اهي. تمام. صلصة هحط عليها التوم، هحط عليها الصلصة او التخديعة، ونحط عليها الاول هنحمر التوم، وبعد كده هنحط عليه الطماطم، بعد كده فلفل نطرة كمون وزي ما انتم شايفين وملح. شوية ملح على الصلصة وشوية ملح على الكفتة نفسها. تمام. ناخد بقى القوانص دهيت، هنقطعها قطع صغيرة عشان ما تعكسش في في الكب او في الخلاط، لان شايفين الحتة ديت جامدة جدا جدا، فلازم تقطعيها صغير. تمام. الحتة اللي هي ديت لازم تقطعها صغير عشان ما تعملكيش الكب او الكاتش ماشين او اي حاجة انت بتستعمليها. تمام. يلا بينا. طب الكلام ده وننفذ. بص تعملها كده، تحتيها كده بالسكينة كده. ماشي. شايفين مقطعة صغيرة ازاي؟ حتت قطع صغيرة كده عشان اهو شايفينها في البتاع من وهنعم. حطيت الرز اهو، بدل البصل والثوم هنحط عليها. حطيت الخضرة اهو دهيت نقليها، اللي حاطة هي عشان التوم. هذه الصلصة هي بتتسبك وبتتصلص. هذه فلفل والملح والثوم والطماطم، يبقى كده صلصة. وانت كده مع السلامة.